ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. ده بوتاجاز 5 شعلة كريازي، قررنا ان احنا نجدده ونرجعه جديد تاني للعميل، وخدناه المركز عندنا زي ما انتم شايفين كده. البوتاجاز متهالك خالص ومتدمر من ناحيه نظافه ومن ناحيه صيانه ومن ناحيه عيون مش شغال. طب احنا نعمل ايه؟ احنا نفك الجهاز ده خالص عشان نبتدي نشتغل على الداخل على الاساسيات، وبعد كده نشتغل على الخارج. ونضفنا الداخل كله وهنغير العزل الحراري وهنخلي الجهاز ده ايه 1 بمشيئه الله تعالى، بس جزء جزء نهتم بيه وبدقه. زي ما انتم شايفين كده نضفنا الجسور الداخليه ودخلنا على الجسور الخارجيه، وبعد كده عزلنا عزل حراري تام عشان ما يبقاش في اي تسريب حراره زي ما انتم عارفين. وزي ما انت شايف كده النظافه طلعت معانا هايله خالص. دي النهايه؟ لا مش النهايه، انا هرجع لكم البوتاجاز ده اكنه لسه جاي من المعرض. وزي ما انت شايف كده بعد كده نخش على ضبط النار. وضبطنا النار، النار كان فيها تهويه كتير زي ما انتم شايفين كده. بعد كده ظبطناها ظبطه كويسه، وبعد كده ابتدينا نقفل الجهاز عشان الجهاز ده هيتلمع وهيرجع زي الجديد بالظبط. زي ما انت شايف كده انا باخد فيديو عشان نظافه الجهاز تهمني من الداخل قبل الخارج. وبعد كده قفلنا الجهاز وبعد كده دخلنا في التلميع. زي ما انت شايف كده لمعت الاستانلس كله من الجناب للسطح لكل الاستانلس اللي في الجهاز، لمعته كله. وبعد كده جينا بقى ناخد الفيديو النهائي للجهاز دوت. الجهاز ده ما شاء الله عليه رجع بتقنيه عاليه جدا، مفاتيح جديده، عيون جديده، النظافه بتاعت باب الفرن، النظافه بتاعت الكابينه، نظافه الجناب، والنظافه من الداخل قبل الخارج. يعني احنا اهتمينا بالدواخل قبل الخوارج. وزي ما انت شايف كده البوتاجاز بقى في احسن حاله، وبقى شغال الخمس عيون والفرن والشوايه. وكمان عملت له التايمر عشان لو العميل عايز يظبط التايمر على وقت معين. وسيخ الشوايه ما نسيتوش عملته كمان. وكل حاجه بقت تمام، حتى الشبك الداخلي انا نضفته للعميل عشان يستلم الجهاز اكنه لسه شاريه من المعرض. سرتشت الجهاز ورحت وديته للعميل، العميل انبسط بيه جدا وما كانش متوقع اللي هو الجهاز بتاعه. لو انت كمان عايز تعمل بوتاجازك فيا ريت تابعني على الصفحه ديت. يمكن في يوم من الايام تعوز تعمل بوتاجازك، او واحد صاحبك يقول لك انا عايز اعمل بوتاجازي وعايز حد شاطر توري له الجهاز دوت، وتقول له مفيش حد اشطر من الناس ديت. الناس دي بتاخد البوتاجاز خرده حرفيا وترجعه جديد لنج تاني، بيلمع وكل حاجه بتلمع فيه زي الجديد. وكمان الفلوس بتاعتهم مش مبالغ فيها. زي ما انت شايف كده لو انت وصلت لحد هنا فانا بحبك في الله.